هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عدى حوالي اسبوع على فيديو من الفيديوهات اللي نزلتها على الشانل دي، وهو فيديو المهرجانات. وبعد كده الموضوع ابتدى ينتشر بطريقة مرعبة، وفي كذا بيج ابتدوا ياخدوا فيديو، يسرقوا الفيديو ويحطوه عندهم من غير اذني ومن غير ما يحطوا السورس بتاع الفيديو. في فئة من الناس خدوا الموضوع بجدية اكتر من اللزوم. انا اتشتمت كتير بشتايم ما ينفعش تتقال والفكرة ان انا بجد ما عنديش اي مشكلة في الكريتيسيزم، وان الناس تنقدني نقد بناء بناء. فكرة ان حد يدخل ويقعد يشتم من غير اي سبب، هي دي كانت الفيصل زي ما بيقولوا. دايما بيبقى الحل الانسب ان انت تطنش الكومنتس دي، ولكن why accept cyber bullying لما ممكن انك تواجه الكومنتس دي وتاخد فيوز على قفاهم. fasten your seat belts، استعدوا عشان احنا هنغطس دلوقتي للجانب المظلم من الانترنت. انا حاطه اللابتوب هنا عشان كده، بص هنا بفتح الفيديو وقاعده جنب اخويا بيقول لي ايه القرف ده. اخويا 6 سنين، ما تقعديش جنبه لو هو متضايق. replies انا اخويا برضو عنده 6 سنين وبيقول لي وبعدين اخوات اخواتكم 6 سنين وبتسمع مهرجانات؟ هي طيور الجنة لحد كام سنة؟ وجهها ضايقني وكده. انا مستنية تيجي في الاخر تضحك وتقول بهزر معاكو، لقيتها بتتكلم بجد. كل جزء من استحضار الدور. حاسه مش صوتها وبتتكلم معه وخلاص. نظريات مؤامرة بقى وكده. وصلنا لقمة الهبل. الحمد لله جماعة، هو انتوا لو كنتوا داخلين على فيديو كده ومتوقعين ان انا ابقى بقول حاجة هادفة المشكلة من your expectations مش من الفيديو بتاعي. نص الثقة اللي فيها وهي بتهبد اصلا. تقول علي عندي ثقة في نفسي. هنا ارض صارت براكنها مش ثابت براكنها. انا اسفة، غلطت في البخاري. هو انا عشان ابقى صريحة انا مش عارفة الموضوع وصل لحد فين وكام بيج وايه اللي حصل، بس ما علينا هنكمل. الناس اللي بتتريق على البنت وحركات وشها، يعني لو واحدة طالعة بتغني نفس الأغاني بهوت شورت وتي شيرت كان زمانهم قاعدين بيسقفوا ومبسوطين. البنت صوتها حلو وعندها موهبة، بدل ما تنتقد وتسخر شجعها وقولها على اللي شايفه غلط بطريقة لطيفة. عثمان you're my hero. الفكرة بس في حاجة محتاجة أقولها عشان حاسة في نفسيتي شوية. الفيديو is not meant إنه يتاخد بأي طريقة جد. ايه القرف ده؟ فين عمرو حاحة ريميكس وفي جود دخلاوي؟ انت عارفه انت بتغني لمين الاول؟ لا لو سمحت قولي انا مش عارف دي بتقلس ولا بتمدح في الاغاني. the world will never know. مش لاقي حاجه اقولها، بس هي كلمه اولها كاف. كملي واوعي توقفي الفن اللي بتغنيه ده. انت بتتكلمي ليه كده يا أوب. في حد عمل سكرين شوت لاخر فريم وانا مطلعه لساني وكتب انا خايف وانا كمان. لا ده المهرجانات رتم سريع. سوري يا شيف كده قوي. حاولي تمسحي الفيديو ده بسرعه وهيبقى اسهل لو انت ما اتفرجتيش. ممكن هنحاول نظبطها. هنحاول. بيكلميني بتاكل بقها. ممكن اكل اي حاجه. انسان انا همسح الابلكيشن ده. anger management issues. هو في حاجه وجعاها قلبي بيوجعني. معدتي تعبت، هفضل ارجع كتير كده. بطني وجعتني. انتينال اول ما سمعتك بالحماس والجدية دي قلت انك مغيرة كلمات الاغاني بكلمات عن الثورة وحال البلد مثلا، بس اكتشفت انك اتفه من كده بكتير. والله يا جماعة انا فعلا اتفه من كده بكتير. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ وحش قوي. الفيسبوك دخل في عينيا. لا بهزر مش بعيط. لو ما كنتش قد الفيديو ده ما كنتش عملته. بايخة جدا. هي قرفانة وهي بتغني كده ليه؟ هو في حبان تحت ضرسها؟ نوب. رخمة قوي ودمها سم. اتليست عندي دم. انا مقدرة مجهودها بس ضحكت. That's the point. هشرب مية عشان انزل اللي بيحصل فيا. وده اللي بيحصل لما بتساب لوحدي مع كاميرا. ده حد كاتب
قصيدة تحليلية نقدية. فبيزيكلي هو قرر ان هو يقعد لمدة 5 دقايق يكتب كلام على فيديو مدته 3 دقايق. انا عندي ليك كلمة واحدة بس: respect bro, respect. First of all, why you started off by pretending that you're playing on a keyboard while apparently you aren't. خبيثة منها واحدة دي بتعمل نفسها بتلعب بيانو وهي مش بتلعب. شقية. Second of all, why are you people relating this nonsense to my non-existent dubbing talent? Never in my life have I ever heard a dubber whose voice is... 3 hours later. I hope you accept my criticism. Have a good day. I do accept your criticism, sir. I genuinely do. الوضع بمصر صار يخوف. لازم حدا يشوف مصدر الحشيش المضروب من وين. دي أسوأ أكسنت عربية ممكن أعملها في حياتي. وين المواهب بالموضوع؟ طب تسألني انتي قطعة جديدة في 2019. معلش. يس. الكلمات اللي انا ملغوشة عليها المفروض تعرفوها لوحدكم، عشان احنا تشانل محافظة ومش هتذيع حاجة زي دي. انا ممكن اقولها لكم هي الشتيمة على المطبخ يا ولية. كنت هزعل جدا لو ما كنتش لقيت حاجة كده. زفت. صوتها حلو بس اللي بتعمله قرف جدا يعني. قالت صوتي حلو. طب هي ركابها بتزايق ليه؟ تكونش اللابتوب هيفصل. حتى اللابتوب مستحملش، بس انا مستحمله. انا مستحمله ومش هعيط بعد الفيديو ده. مش هعيط بعد الفيديو ده. انا خلصت او تخلص عليا ايهما اقرب. دي كانت تجربه تواضعيه جدا. انا مستغربه ان انا متضايقتش، وان انا كنت كل ما اشوف حاجه كده بقعد اضحك. عشان كده قلت اعمل الفيديو ده ونحارب السلبيه. اوكي ثانيه واحده، انا شكلي هقول حاجه جد لاول مره في حياتي. احنا هنحارب السلبيه ومش هنخلي اي شتايم او اي بني ادمين يضايقونا، وخلاص. هو خلاص فعلا. شكرا لاي حد قال حاجه كويسه وشكرا لاي حد كتب نقد بناء ما كانش فيه قله ادب. اوكي ده ما حصلش، فما حدش عمل كده. باي باي. هبص في المرايه ازاي دلوقتي؟